عارفين الإحساس لما تحسوا إن انتوا عمالين تحققوا إنجازات ونجاحات بس انتوا مش حاسين بطعمها؟ عمالين تعملوا حاجات كان نفسكم تحققوها من زمان وكل الناس عمالة تسقف لكم وتقول لكم واو انتوا بجد ناجحين، انتوا بجد عملتوا حاجات ما شاء الله عليكم، بس انتوا من جواكم مش حاسين ان انتوا ناجحين ولا ان انتوا عملتوا حاجة. بالعكس انتوا حاسين ان انتوا مقصرين دايما ودايما فاشلين ودايما يجي منكم زيادة دايما، وعمالين تضغطوا على نفسكم لدرجة ان انتوا حتى لو وصلتوا المريخ بس بالصدفه فتحتوا الانستجرام لقيتوا اصحابكم وصلوا المشترى، فقد ايه انتوا فاشلين عشان انتوا ما عملتوش حاجه وتحسوا ان انتوا عليكم لود وضغط نفسي. لو انتوا من الاشخاص دي فالفيديو ده اكيد ليكم. تخيلوا معايا كده، مين فينا ما يحبش يكون عنده صوت داخلي يشجعه ويقول له يلا بينا نسعى اكتر، يلا بينا نعمل حاجات اكتر، نشتغل اكتر، يبقى معانا فلوس اكتر، نحقق حاجات اكتر؟ مين فينا ما بيحبش انه يكون عنده الوقود ده او يكون عنده الدعم او الحاجه اللي تديله بوش لقدام وتزقه اكتر؟ تخيلوا يكون عندكم الصوت ده، بس يكون عندكم الصوت ده بالعكس، بمعنى ان الصوت ده عمال يزقكم بس بطريقه بالعكس، عمال يزقكم وهو بيضايقكم، عمال يزقكم وهو بيضغط عليكم، عمال يزقكم وهو بيجلدكم. الصوت ده بيكون صوت كده جاي من جوانا كده من نفسنا، تمام، قاعد حته كده في مخنا جوه وعمال يقول لنا انتوا ولا حاجه، انتوا محققتوش اي حاجه، انتوا كل اللي انتوا عملتوه ده ملوش اي لازمه، انتوا لسه اللي حواليكم وصلوا لاكتر، اشخاص اصغر منكم وقدكم عملوا وانتوا لا. ايه ده بجد؟ انتوا ازاي كده؟ للاسف الصوت ده بيكون هو صوت نفسنا، بس بيكون نابع بقى عن حاجات كتيره سواء في البيئه المحيطه لينا، احنا مش هنتكلم في الحاجات خالص اللي نابع منها، بس بيكون صوت داخلي. الجلاد ده بيكون صوت داخلي، وللاسف الجلاد ده هو نفسك بيعمل حاجه اسمها جلد الذات او التأنيب بتاع النفس. هو حرفيا بيجلدك، هو عمال يضغط عليك، كل ما تيجي تعمل نجاح هو مش مخليك تحس بطعم النجاح ده، ولا حاسس اصلا بقيمة نفسك ولا مقدر نفسك، بالعكس هو عمال يقلل من قيمتك ويقلل من قيمة استحقاقك وعمال يقلل من قيمة نجاحاتك. فكرة بقى الصوت الداخلي ده ازاي اتجنبه؟ لان للاسف الصوت الداخلي ده لو فضلت اسمع له وفضلت مخليه مسيطر عليا هو هيوصلني لحتت وحشه، هيوصلني لمرحله من الاحتراق الذاتي. يعني ايه احتراق ذاتي؟ تخيلوا معايا كده، انت كل ما تيجي تعمل حاجه يقولك لا لسه انت لسه ما وصلتش لحاجه، خلينا نعمل اكتر، فتروح تعمل اكتر وتوصل للبوينت اللي هو كان عايز. ايه ده؟ انا ما حسيتش ان انت عملت كده، طب يلا بينا شويه كمان. انت ما بتستريحش، انت عمال تروح اكتر واكتر واكتر. كل الوقود اللي جواك هيخلص. ليه؟ لانه اولا مش بيشجعك، يعني مش بيملى لك الوقود ده من اول وجديد، لا هو اصلا مش حاسس بقيمه ان انت عملت حاجه، بالعكس هو عمال يضغط عليك اكتر وعمال يزقك اكتر، فانت ما بترتاحش، فبالتالي اللي هيحصل مرحله من الاحتراق الذاتي. فجاه هتوصل لبوينت انا حاسس ان انا مش عايزه اعمل حاجه تاني، انا خلاص زهقت من كل حاجه، انا زهقت كل حاجه، انا هاخد خطوه لورا وافضل متضايق ومأنب نفسي، مش عايزه اعمل حاجه، انا كرهت كل حاجه انا حرفيا. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي من الاحتراق الذاتي اللي بتنتج نتيجه التأنيب بتاع الذات او جلد الذات زياده عن اللزوم. طيب ازاي اتجنب الاحتراق الذاتي، او ازاي اصلا اتجنب جلد الذات، وازاي ما اسمعش للصوت الداخلي ده؟ هو اصلا قاعد في دماغي جوه، يعني هو نفسي، هو قاعد جوه كده في كورنر وعمال يتفرج عليا وعمال يضحك ويقلل من كل حاجه وعمال. ازاي ما اسمعش للصوت ده؟ اول حاجه انا عايزاك تجيبوا ورقه وقلم، اوكي، وتكتبوا فيها كل حاجه انتوا حققتوها في حياتكم، كل نجاح مهما كان صغير ومهما كان الصوت ده مقلل منه او مش حاسس بقيمته اكتر اصلا. انا عايزاكم تجيبوا الورقه كده وتكتبوا انا عملت 1 2 3، اوكي، لدرجه انه مج صغير كان نفسكم فيه عايزاكم تكتبوا المج ده. كل حاجه انتوا حققتوها مهما كانت صغيره ومهما مش حاسينها اكتبوها وكونوا ممتنين ليها. اكتبوا مثلا، انا عن نفسي مثلا ممكن اكتب سهام ممتنه انها عملت الاوضه بتاعه الجيم، سهام ممتنه انها جابت الكاميرا مثلا. كل نجاح انا هكون دلوقتي مش حاسه بيه ومش حاسه بقيمته ومش حاسه، لان انا اعتدت على النعمه بتاعته دي او اعتدت على وجوده، انا عايزه اكتبه وعايزه اكون ممتنه ليه. فكره ان انا هكون ممتنه لكل حاجه ده اولا هيحسسني بقيمه الاشياء، تمام. تاني حاجه لما انا اكتب حاجات كتير انا ممتنه ليها واشوف ان واو انا حققت كل الحاجات دي، الصوره دي هتنعكس جوايا ان انا فعلا حد ناجح، لان انا حققت حاجات كتير مهما كانت صغيره، فانا اوريدي حققت حاجات كتير. فانا عايزاكم تكتبوا الحاجات دي لان هي بجد هتفرق معاكم. والصوت ده للاسف بيكون
مخلي عينيكم كده معمية او مغمية، بحط كده غشاوة كده على عينيكم، ما بتكونوش شايفين اي نجاح انتوا بتعملوه. ففكرة ان انتوا بتكتبوا النجاحات ده بيعمل وعي ذاتي، بيفتح عينيكم على حاجات انتوا ما كنتوش شايفينها وما كنتوش مدركينها، ما كنتوش حاسين بالنعمة دي. فلما تكتبوا الحاجات دي، لا، هيفرق معاكم جدا وهيخليكم حاسين بالنعمه دي. انا مثلا تاني هكتب انا ممتنه للاوضه اللي انا عملتها. انا ممتنه مثلا لوجود الدمبلز في الاوضه. سهام زمان كانت بتتمرن بازازه مليانه رمل، انا دلوقتي بتمرن بدمبل اسهل كتير، سهل عليا حاجات كتير، فده في حد ذاته نجاح. فهكتب ان انا ممتنه للاشياء دي حتى مهما كانت صغيره. تاني حاجة كمان عايزاكم تعملوها ان انتوا تسامحوا نفسكم على اي خطأ انتوا عملتوه، واعرفوا ان كل ابن ادم خطاء. سامحوا نفسكم وكونوا رحيمين بنفسكم. لو انا مش هكون رحيمة بنفسي، مين هيكون رحيم بيا بجد؟ حطوها قاعدة كده لنفسكم، انتوا لو ما عملتوش الحاجة لنفسكم محدش ابدا يعملها لكم. فما تستنوش الرحمة من اشخاص خارجية لو انتوا ما عملتوش الرحمة دي لنفسكم. وسامحوا نفسكم على كل حاجة انتوا عملتوها، كل خطأ انتوا عملتوه. انا عندي مثال في الحتة دي بجد، لازم اقول المثال ده. انا عندي بنت، هي ما شاء الله عليها بتتمرن بقالها فترة تمام معايا ومن قبل كده كمان، والبنت دي فعلا خست كتير قوي تمام. تيجي دلوقتي عند بوينت مثلا خست بتاع 20 كيلو، بس فاضل لها سي مثلا 10 او 5 كيلو كمان. اول ما بتغلط الغلطه في الدايت بتاعها، اول ما بتاكل حاجه غلط ما كانش المفروض تاخدها، بتعمل ايه؟ فجأة بتأنب نفسها تمام، وفجأة بتفضل تقول انا مفيش مني فايدة، انا مفيش مني امل، انا هفضل تخينة طول عمري. اول حاجة ايه اللي حصل؟ ان هي ما بصتش للقيمة او ما بصتش للنجاح اللي هي عملته قبل كده تمام. وهو كبير يعني، خست 20 فاضل لها 5 مثلا، 20 بالنسبة ل5 أكبر. هي ما بصتش أصلا للحاجة دي تمام. تاني حاجة هي ما سامحتش نفسها، غلطة صغيرة، أنا حتى لو كلت إيه، كل الأكل عادي يوم 2 وهظبط الدنيا وهيرجع تاني، لا، هي ما سامحتش نفسها. تالت حاجة كمان هي عملتها انها بدأت تقلل من قيمة نفسها، عمالة تقلل نفسها وتقول انا مش هوصل لحاجة، انا مفيش مني فايدة، انا هفضل تخينة طول عمري. الصورة الذاتية دي هتفضل عندها، اوكي، الصورة الذاتية بتاعت انا هفضل تخينة طول عمري، وهتترسم جواها ومش هتحصل فعلا ومش هتتغير قصدي فعلا. فالمطلوب مننا ان احنا بجد نسامح نفسنا، مهما عملنا من اخطاء نسامح نفسنا. وانت تخيلوا معايا كده، ربنا بجلال سلطانه وعظيم قدره ايه اللي حصل؟ لما بنغلط بنتوب بيسامحنا، نغلط نتوب بيسامحنا. هنيجي احنا بقى البني ادمين نقول لا معلش احنا غلطنا غلطه كبيره دي قوي، انا مش هسامح نفسي وافضل انب نفسي على طول؟ خلاص غلطت الغلطة عادي، كل ابن آدم خطاء، أسامح نفسي ومفيش أي حاجة حصلت وابتدي من أول وجديد. بجد بقعد أتخيل أنا لو ما سامحتش نفسي أبدا على أي غلطة أنا عملتها، أنا عمري ما هقف على رجلي تاني، هفضل أبكي على اللبن المسكوب طول عمري، وهفضل تاني اللي أنا قلت لكم المرة اللي فاتت، محدش هينقذني غير نفسي، والصورة الذاتية هتفضل جوايا تمام. فلو أنا ما غلطت الغلطة ما سامحتش نفسي، محدش هينقذني من بره، فهفضل طول عمري في الدايرة دي. خلاص سامح نفسك وكونوا رحيمين على نفسكم. اخر حاجه واهم حاجه بجد، اخر حاجه واهم حاجه، ودايما الناس بتقولها وانا بقولها لكم وهفضل اقولها لكم، ما تقارنوش نفسكم باي حد. لان للاسف الصوت الداخلي ده فكرته والشغلانه اللي هو عمال يشتغل عليها، انه عمال يقارن ما بين نفسك وما بين كل الاشخاص اللي حواليك وعمال يقلل من قيمه نفسك. بمعنى انه مهما وصلت لاي حاجه هو دايما شايف الاشخاص اللي حواليك، وبالذات ان السوشيال ميديا سهلت علينا موضوع، انا هبص في الموبايل افتح الانستجرام الاقي ده سافر المالديف، ده راح يتجوز معرفش عمل ايه، ده فتح الشركه بتاعته. انا فين من كل ده؟ انا ما عملتش اي حاجه. فكره ان احنا بقينا شايفين حياه بعض دي بتخلينا نقارن نفسنا ببعض يعني اكتر، فده بيضغط علينا اكتر، ده بيحط علينا لود بطريقه مش طبيعيه، وتاني مش هيحسسنا بقيمه النجاحات اللي احنا بنحققها. ما تقارنوش نفسكم بجد باي حد. بص هقول لكم مثال ولا اروع، فكره ان احنا ما نقارنش نفسنا باي حد، وفكره ان احنا ما نستعجلش النجاح تمام. ما نستعجلش النجاح ده بجد، كل حاجه بتيجي في وقتها. تخيلوا معايا كده، انا عندي حديقه كبيره زرعتها كل الفاكهه اللي انا بحبها، خوخ، رمان، برتقال، موز، كل الحاجات اللي انا بحبها. واول ما الفاكهه دي بدات تطرح تمام، كنت جاي انا واخدها كلها، حصدتها كلها. ايه اللي هيحصل؟ مش هيكون طعمها حلو، هتكون مره، هتكون ناشفه، مش هتكون الفاكهه اللي انا متخيلها او اللي انا بحبها. ليه؟ لان انا استعجلت النجاح، انا حصدت النجاح بسرعه، ما استنيتش وما اديتش كل حاجه وقتها. لما استنى وادي لكل حاجه وقتها
انا هاخد الحاجه اللي انا بحبها في الاخر. وبعدين خلينا نكون متفقين ان لكل وقت اذان والله العظيم، والنجاح هيجي مهما استعجلتوا عليه هو هيجي في وقته، فما تستعجلوش عليه عشان الجيرني كانت تكون خفيفه خفيفه. وتاني بالنسبه للمقارنه، ما تقارنوش ابدا موسم الزرع بتاعكم بموسم حصاد الاخرين. يعني لما نيجي نفتح الانستجرام مثلا ونبص نلاقي ان ده عمل ده موسم الحصاد بتاعه. انت ما تعرفش ده اجتهد قد ايه وسعى قد ايه وعمل قد ايه عشان يوصل للبوينت دي. حتى يا سيدي لو كان ده الرزق بتاعه، حتى لو كان ده الحظ بتاعه، مش مشكله، بس ده موسم الحصاد بتاعه. فما تقارنش موسم الزرع بتاعك بموسم حصاد الاخرين، لان لما تقارن موسم الزرع بتاعك ده يخليك تاخد الزرع بسرعه اكتر، ومش هتاكل النتيجه اللي انت عايزها. الفاكهه هيبقى طعمها مر، مش هيبقى طعمها اللي انت عايزه. رمان والخوخ اللي انت بتحبه مش هيبقى حلو. فبجد ده اروع مثال ممكن تتخيلوه، او ممكن دايما تفكروا فيه لما تيجوا تقارنوا نفسكم بحد تاني، او لما تيجوا تحسوا عليكم لود انه كل الاشخاص اللي من سنكم وقدكم واكبر منكم واصغر منكم شويه حققوا حاجات وانتوا لا. ده موسم الحصاد بتاعهم، انت موسم الحصاد بتاعك لسه جاي، بس استنى عليه شويه كده واصبر. يعني بمعنى صح، اتقل تاخد حاجه نظيفه، لان فعلا اتقل هتاخد حاجه نظيفه. وما تستعجلوش على نفسكم، كل حاجه هتيجي في وقتها باذن الله. وخليكم رحمين بنفسكم وامتنوا لكل حاجه بتعملوها. الكلام ده بقوله لنفسي، لان انا فعلا ساعات بقعد اضايق نفسي اكتر وبقعد اضغط على نفسي اكتر. بقوله لنفسي انه سهام ما تستعجليش على حاجه، وبقوله لكل الناس اللي حواليا ما تستعجلوش على حاجه، وما تضغطوش على نفسكم، كل حاجه هتيجي في وقتها. وسامحوا نفسكم عشان تقدروا تبداوا تكملوا من اول وجديد، تمام؟ عشان ما تفضلوش تبقوا على اللبن المسكوب وتفضلوا في نفس الدايره بتاعتكم دي. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنوا فيديو جديد المره الجايه، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.